بكم من جديد اعزائي مشاهدي متابعي شباب سبورت الفضائيه في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ركله جزاء لمصلحه فريق القوه الجويه في اللحظات الاولى، في الدقائق الاولى من عمر هذه المباراه التي تجمع المتصدر القوه الجويه برصيد 44 نقطه مع نفط البصره. ركله جزاء في الدقيقه الرابعه، وعذرا للتاخير للمداخله مع مباراه زاخو واربيل التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف حمادي احمد يسدد وجول للقوه الجويه. الهدف الاول لصالح فريق القوه الجويه يسجل اللاعب حمادي احمد يسجل الهدف الاول في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء منحها الحكم الدولي سالم عامر ليقود مباراة هذا اليوم. وإعادة مرة أخرى حمادي أحمد والهدف الأول لمصلحة القوة الجوية في هذه المباراة من ركلة غياب اللاعب شريف عبد الكاظم من القوة الجوية بسبب الإصابة، وكرة عالية ملعوبة داخل الجزاء القوة الجوية. كرة محاولة تسديدة وحلوة للحارس فهد طالب، حلوة لوفاه الأجل إثر مضاعفات فيروس كورونا. وبدورنا أيضا نعزي الوسط الرياضي لهذا المصاب الجلل، ونتمنى أن يتغمده الله برحمته الواسعة ويلهمنا وذويه الصبر والسلوان، وأن الله وأنا إليه راجعون. وسامح سعيد كرة داخل الجزاء حمادي وجول. الهدف الثاني للقوة الجوية في الدقيقة 36. الهدف الثاني للقوة الجوية سامح سعيد تمريرة على طبق من ذهب داخل جزاء فريق نادي نفط البصرة، والقوة الجوية يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 36. الهدف الثاني للقوة الجوية الدقيقة 36 من خلال تمريرة ذكية من سامح سعيد. خلينا نشوفها بالإعادة. إبراهيم بايش استلم كرة على طبق من ذهب، وبالتالي بايش ما تردد وسدد الكرة في أعلى الزاوية لهذا الحارس حيدر جمال الدين، وبالتالي القوة الجوية يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. عادة مرة أخرى تمريرة جميلة، كرار نبيل إلى سامح سعيد داخل الجزاء عرضية، وبالتالي تسديدة جميلة، والكرة إلى داخل الهدف، والكرة يعني الهدف سجل لمصلحة اللاعب إبراهيم بايش. حمادي أحمد لا بايش اللي سدد. تغيير لعب إلى الجهة البعيدة، مقطوع الكرة من مصطفى معن، وهجمة جديدة لمصلحة فريق القوة الجوية. مصطفى محمد معن يدخل داخل جزاء فريق نادي نفط البصرة. مصطفى بالمنتصف، همام إلى جهة اليمين، حسام سعيد يسدد، حسام والكرة ضائعة. حسام سعيد تسديدة فريق نفط البصرة على أنه كانت هناك لمسة يد، ولكن الحكم أشار إلى استمرارية اللعب. وأيضا نذكركم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، تحول من اليمين إلى جهة اليسار، هجمة جديدة راجعة مقطوعة يسيطر عليها بايش مرة أخرى، يعيدها إلى همام طارق في جهة اليسار. همام محاولة للتخلص، همام طارق يسدد من بعيد، ولكن الكرة بنيامين أكور في المنتصف، حيدر أحمد وصافرة وخطأ. وهذه أيضا صافرة الختام لأحداث الشوط الأول. سالم عامر يقود هذه المباراة حكما وسط، ميثم خماط مساعد أول. هجمة جديدة لمصلحة فريق نادي نفط البصرة، حيدر أحمد، حيدر أحمد، حيدر يحاول يتخلص، حيدر يسدد من بعيد، وحلوة تسديدة حلوة جميلة من جانب القائم، حلوة يا حيدر أحمد. علي محسن يتخلص من لاعبين، لكن مقطوع الكرة من أمامه من حيدر سالم. كرة طويلة جهة البعيدة، محاولة جديدة من أحمد فرحان. نفط الوسط يحاول، أحمد يقدر يسدد، يتخلص من لاعب، يتعرض إلى إعاقة داخل منطقة الجزاء وركلة جزاء. نعم ركلة جزاء صحيحة لصالح فريق نادي نفط البصرة في الدقيقة 65. نشوف الإعادة توغل من أحمد فرحان، وبالتالي يتعرض إلى إعثار وبطاقة صفراء لأحمد إبراهيم لاعب فريق القوة الجوية. وقرار الحكم قرار نهائي، محاولة للتوغل. وأيضا نترك هذه الحالة أيضا إلى برنامج الفار اللي يقدم لمصلحة نادي نفط البصرة. أحمد فرحان يتقدم، حلوة جول. الهدف الأول لصالح فريق نادي نفط البصرة. فهد طالب
ارتمى على الزاوية الصحيحة، ولكن الكرة مست فهد طالب ودخلت داخل شباك القوة الجوية، معلنة تقليص الفارق إلى هدف واحد. إذن هدفين لصالح القوة الجوية مقابل هدف واحد لمصلحة نفط البصري. عاد مرة أخرى بالحركة البطيئة، تسديد على يمين الحارس فهد طالب، وبالتالي أحمد فرحان يسجل الهدف الأول لصالح نفط البصرة في الدقيقة 66. وبالتأكيد كرة عالية ما سيطر عليها ميثم جبار، رأسية صافرة وخطأ. سلامات، احتكاك سلامات لهذا اللاعب بنيامين أكور النيجيري، احتكاك مع لاعب القوة الجوية، وبالتالي صافرة وخطأ لحكم المباراة سالم عامر. شوفوا بالإعادة إبراهيم بايش مع النيجيري، وبالتالي يسقط على أرض الملعب لكن كرة لا على التعيين مقطوعة من أمام قوة جوية. همام طارق، أيمن حسين، أيمن يدخل، أيمن حسين يقدر يسدد، أيمن حسين يسدد، ولكن الكرة مقطوعة من أمام. شوفوا بالإعادة محاولة للتوغل، تسديدة أيمن حسين مبعدة من الحارس، يسيطر عليه همام طارق، مقطوعة الكرة من أمامه، راجع إلى همام طارق مرة أخرى. همام يبحث عن زميل يتخلص من لاعب، يعيد الكرة إلى الخلف. إحسان حداد، علي كاظم، بايش أقرب إلى بايش، حركة لعب هات وخذ، بايش يتخلص، بايش داخل جزاء، تسديد، الله الله الله، جول للقوة الجوية. لؤي العاني البديل الناجح، لؤي العاني الدقيقة 86 يسجل الهدف الثالث لصالح فريق القوة الجوية في الدقيقة 86. حركة لعب جميلة وهجمة منسقة من جهة اليمين، تمرير جميل إلى لؤي العاني اللي سدد بالمباشر على يسار الحارس حيدر جمال الدين، معلنا عن تسجيل الهدف الثالث لمصلحة القوة الجوية في هذه المباراة. الهدف الثالث للقوة الجوية، وبالتالي هدف هذا نشاهده بالإعادة. الحركة البطيئة عرضية ولؤي العاني بالمباشر، حلوة يا لؤي العاني. بايش اللي سجل الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث، وبالتالي مقابل هدف واحد. همام طارق الجهة القريبة، همام يتخلص من جاسم فيصل، همام طارق يتخلص مرة ثانية، همام يبحث عن ميزان رأسية، الله يا أمجد راضي، الله يا أمجد راضي، رأسية كان من الممكن أن تكون الهدف الرابع. القوة الجوية عاد مرة أخرى للهدف الثالث اللي سجله لؤي العاني. بايش توغل، هيئ كرة على طبق من ذهب إلى المتقدم لؤي العاني اللي سدد بيمينه على يسار الحارس جاسم نفط البصرة إلى جهة اليمين باتجاه حسين، مقطوع الكرة في المنتصف من جديد، كرة داخل منطقة الأجزاء، كرة باسم علي، باسم كرة عالية، كرة خطرة رأسية، جول الهدف الثاني. الهدف الثاني سجل اللاعب أحمد زامل في الوقت القاتل، الهدف الثاني لمصلحة فريق نادي نفط البصرة. أحمد زامل هدف في الدقيقة 94، في الدقيقة 94 هذا هو أحمد زامل الهدف الثالث إلى سجله، وبالتالي تصبح النتيجة الآن 3 أهداف للقوة الجوية مقابل هدفين لنفط البصرة. وهذه صافرة الختام من قبل حكم اللقاء سالم عامر تعلن عن نهاية هذه المباراة بتفوق القوة الجوية ب3 أهداف مقابل هدفين. مبارك للقوة الجوية وحظ أوفر لنفط البصرة في المباريات المقبلة. إعادة مرة أخرى للكرة والهدف برأسية جميلة كان من أحمد زامل في الثواني الأخيرة، وأعتقد لو سجل الهدف في وقت مبكر لكان للمباراة رأي آخر، شكل آخر، وبالتالي المباراة انتهت. مبارك القوة الجوية وحظ أوفر مرة أخرى لنفط البصرة. أعزائي.